لو انت مسافر فالفيديو ده ليك. حاول توصل المطار قبل رحلتك ب3 ساعات لو انت مسافر برا البلد، وعلى الأقل ساعة ونص لو انت مسافر داخلي جوه البلد. هتدخل من باب المطار وهتلاقي شاشات كبيرة فيها كل الرحلات. هتدور على رحلتك وتشوف رقم الكاونتر اللي هتعمل عليه تشيك ان. أول خطوة هتروح عند الكاونتر تدي الموظف أو الموظفة الجواز والتذكرة بتاعتك، وهو هيعمل لك تشيك ان، يعني هيسجلك على الرحلة. هياخد منك الشنطة الكبيرة اللي هتتشحن ويديك كارت، ده اللي هتركب بيه الطيارة. تاني خطوة ختم الجوازات. بعد ما تخلص هتمشي على قسم الجوازات، هناك الموظف بياخد منك الجواز بتاعك، يبص عليه وهيتأكد من الفيزا، وبعد كده هيختمه بختم الخروج. لو ورقك مظبوط كله، الخطوة دي مش هتكمل دقيقتين. تالت حاجة التفتيش. بعد ختم الجواز هتدخل على التفتيش، هتحط الشنطة الصغيرة اللي معاك على السير وبتقلع أي حاجة معدن وتعدي من جهاز الكشف. لو معاك لابتوب هتطلعه برا الشنطة. رابع خطوة صالة الانتظار أو البوابة. بعد التفتيش هتلاقي نفسك جوه صالة كبيرة بيكون فيها كافيهات ومحلات. هتبص على الكارت بتاعك وشوف مكتوب عليه ايه البوابة اللي انت هتركب منها. تابع الشاشات عشان لو حصل أي تغيير، وهتقعد في صالة الانتظار وتستنى لما يندهوا على الرحلة بتاعتك. بعد كده خامس خطوة، لما يجي وقت الرحلة الموظفين هيبدأوا ينادوا على الركاب حسب رقم الصف أو الأولوية. هتروح عند البوابة، هتوريهم الكارت اللي معاك وجواز السفر وتدخل للطيارة. جوه الطيارة هتلاقي الكرسي بتاعك، تحط شنطتك فوق أو تحت الكرسي وتربط الحزام. ولما الطيارة تقلع حاول انك تستمتع بالتجربة. أول مرة دايما بيكون فيها خوف بسيط، لكن الإحساس حلو جدا. الخطوات بتاعة المطار بسيطة جدا ومفيش فيها أي حاجة تخوف، كل حاجة بتكون ماشية بنظام. في موظفين كتير، لو احتجت تسأل عن أي حاجة هي هتساعدك. أهم حاجة في الموضوع إنك تكون هادي، تجهز ورقك كويس، والباقي هيعدي بسهولة جدا. حاول كمان تاخد حاجات في الشنطة على قد الوزن بتاعك المسموح بيه أو أقل كمان، علشان ما تضطرش إنك تخرج حاجات من الشنطة وتسيبها في المطار.